صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نجهز اوردر النهاردة مع بعض. عميلة كلمتني وطلبت مني تورتاية مقاس 20 طبعا بيكفي 8 افراد، ومع الارتفاع العالي ممكن كمان يكفي 10 افراد. خبزت الكيك قبلها بليلة. طبعا الافضل ان الكيك يتخبز قبلها بليلة. كل ما اتخبز وتلف كويس جدا جدا بستريتش واتركن، كل ما بيكون اطرى وبيكون احلى بكتير جدا جدا، وبتقدر ان انت تتعاملي مع الكيك بكل سهولة. فقطعته بالشكل ده، وبعدين حشيت الكيك حشوات طبعا، كريمة مع مربى حليب وطبقة جناش وكمان صوص فراولة، وطبقة من البلو بيري. فعايزة اقول لكم ان الكيك غني جدا جدا ما شاء الله من جوه، واخد حقه كويس قوي قوي. طبعا لو الكيك معايا طري مش بستعمل اي خليط تسقية، انما لو حاسه ان الكيك ناشف شويه فطبعا لازم يتسقي بايه طالما الجو بقى كويس كده. نقدر ان احنا نسقي الكيك بلبن مخفف مع سكر طبعا. نقدر ان احنا نسقي الكيك ميه وسكر اللي هو سيرب خفيف جدا جدا. الحاجة اللي انتي حباها يعني اسقي بيها الكيك علشان يكون طري كده وجوسي من جوه. بدأت بقى ان انا ابيت الكيك اصلا في التلاجة، وحطيته لمدة نص ساعة في الفريزر، وبعدين طلعته حطيته على البورد بالشكل ده، وبعدين غلفت الكيك من بره بالكريمة. هي كانت العميلة طالبة التورتاية دي لطالب في كلية الهندسة، فكان طبعا لازم نعمل له ديزاين كده حلو ورقيق وفي نفس الوقت يفرحه. ف عملت كده الطبقة الأولى اللي هي باللون الأبيض عادي جدا زي ما انتم ما شايفين، وبعدين بقى عملت برضو من تحت كده جزء صغير جدا جدا من اللون اللبني. عايزة اقول لكم ان ما شاء الله اللهم بارك التورتايه شكلها حلو جدا، مبهج، وتحسوها كده كيوتة في نفسها كده وجميلة قوي. طبعا بعد ما عملت البرواز الصغير اللي هو من تحت ده، بدأت ان انا اجيب ضغط ذهبي ودوبته في مذيب الضغط، وبعدين بدأت بقى ان انا اعمل يعني البرواز بتاع الكريمة بالضغط الذهبي زي ما انتم ما شايفين. بينقل الشكل في حتة تانية خالص خالص، وبيميز الشغل بتاعك جدا. فكنت كمان طبعة 2 توبر، توبر اللي هو توبر الميكانيكي، وتوبر اللي هو بقى ايه خاص بالقسم بتاع صاحب التورتايه. كمان بدأت ان انا اعمل السبرينكلز الصغيرة دي، الحبوب الصغيرة دي من عجينة السكر، علشان ما كانش متاح عندي اللون ده من الشوكليت شيبس او السبرينكلز. وبدأت بقى ايه ان انا احطهم بالشكل ده، وزعتهم بشكل عشوائي وفي نفس الوقت يكون شكل الى حد ما كويس جدا جدا ومريح للعين. طبعا لو اي حاجة بقى في التورتاية بظبطها كده، يعني انا ببقى شايفاها قدامي، ببقى شايفة هي محتاجة ايه اللي محتاج يتظبط فيها بظبطه. كان عندي بقى كريسبي صغير كده لونه فضي، فبدأت ان انا احط كده من تحت التورتاية كده. برضو بيدي شكل حلو قوي قوي. قولولي بقى رأيكم في التورتاية الجميلة الرقيقة قوي دي. باي باي.